السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم على الاي اي جي ار بي انكريبشن. لازم اي راوتنج بروتوكول اشفر الراوتنج تيبل اللي بيستخدم اي راوتنج بروتوكول ايا كان. ليه او ايه الحكمة من تشفير الراوتنج تيبل؟ لان في خاصية في الاختراق اسمها الراوت بويزنينج من خلالها اقدر اعمل سنيف من خلال احد برامج السنيفنج الشهيرة زي الواير شارك او الكينا نيبل، واقدر احصل على الراوتنج تيبل واقدر اقرا محتوياته واغير فيها وابعتها تاني على انها راوتنج تيبل ثقه للراوتر الفلاني فيخزنها بداخله، وبالتالي هيخزنها ببيانات مغلوطه فيضلل الشبكه. دي فكره الراوت بويزنينج، وهي كلها برامج جاهزه. الموضوع سهل مش صعب يعني بالنسبه للناس اللي بتدرس بنتريشن او اختراق. فالراوت بويزنينج عشان اقضي عليه لازم اشفر الراوتنج تيبل او اشفر البروتوكول اللي بيقوم بالتسجيل داخل الراوتنج تيبل. من ضمن خصائص الاي اي جي ار بي وراوتنج بروتوكولز كتير ان انا اقدر اعمل اوثنتيكيشن وانكريبشن، اشفر البروتوكول ده او الداتا بتاعته كلها بالكامل. زي مزايا كتير برضو اخرى للراوتنج بروتوكول زي السبليت هورايزون. السبليت هورايزون معناها الداتا اللي تخرج من عندي، اللي هي الراوتنج تيبل اللي بيتعمل له ادفرتايزمنت عند كل الناس اللي بتتشابه معايا في نفس الراوتنج بروتوكول. الداتا دي ما ترجعليش نسخة طبق الاصل، ارجع لي باي حاجة جديدة، لكن ترجع لي بنفس الداتا اللي انا خزنتها قبل كده واللي انا عندي علم بيها. هعمل لها دروب من بره. يبقى السبليت هورايزون الغرض منه ما تبعتليش ما ترجعليش داتا انا عندي علم بيها او شفتها قبل كده. دي السبليت هورايزون علشان طبعا بروتوكول زي الاي اي جي ار بي بيشتغل كل 90 ثانيه، فما يفضلش رايح جاي ببيانات هي بالظبط متكرره كل شويه، لا يرجع لي بالجديد بس. فدي فكره السبليت هورايزون، احد مزايا راوتنج بروتوكولز زي الاي اي جي ار بي. طبعا هنركز بقى على الراوت بويزنينج او تشفير الاي اي جي ار بي. وطبعا البروتوكول اللي هنستخدمه هو بروتوكول الام دي 5، بروتوكول شهير جدا في التشفير. التوبولوجي اللي عندنا اللي هنستخدمها هي التوبولوجي اللي قدامنا دي. ده راوتر 1، راوتر 2، راوتر 3، المفروض متوصلين بشبكة داخلية 10.0.0.0، يعني ده 10.0.0.1 2 3. وكل راوتر متوصل بيه او متكريت فيه لوب باك انترفيس 1.1.1، هنا 2.2، هنا 3.3. المفروض هدرجهم كلهم في اي اي جي ار بي 10 ونشفر الاتصال. هنروح لاول راوتر، راوتر 1، وهنقول له راوتر اي اي جي ار بي 10، وهقول له نتورك 10.0.0.0 ونتورك اللوب باك انترفيس بتاعنا. اوكي، ده اول راوتر. راوتر الثاني راوتر 2، هقول له راوتر اي اي جي ار بي 10 نتورك 10، حصل نيبرهود او نيبرشيب، نتورك 2 0 مع اللوب باك. ونروح للراوتر الاخير معانا هنقول له راوتر اي اي جي ار بي 10 نتورك 10 واللوب باك انترفيس. كده طبعا ده دلوقتي يقدر يبنج على اي لوب باك انترفيس في الرواتر الاخرى. ادي واحد وادي اربع اتنينات، الدنيا تمام. والاي اي جي ار بي هو اللي شغال دلوقتي، لازم نشفره. بس خد بالك بقى، التشفير طبعا هنا فعليا مش هيشتغل او يبقى ليه تأثير معايا، لان احنا على السيميليتور وكلهم متوصلين بكابلات مباشرة بتصب في السويتش. يعني 10.0.0.0 ده سواء في راوتنج او ما فيش راوتنج كده كده هيقدر يبنج على الرواتر الاخرى، صح؟ لان هم متوصلين بدايركت كيبل، فكده كده مش محتاج راوتنج بروتوكول عشان ابنج على 10. فهنا تأثير الانكريبشن مش هيحصل قوي او مش هيبقى ملموس بالنسبه لنا زي ما هيبقى ملموس بالنسبه لنا في الشبكات الحقيقيه، ان ابقى رابط فروع مثلا او راوتر متوصل براوتر تاني من خلال بابليك اي بي، واقدر اكاريت في بي ان او جي ار اي تانل، واقدر استخدم بقى الاي اي جي ار بي انكريبشن. هنا بيبقى ملموس بالنسبه لي. احنا هنشوف الخطوات وهنشوف نقصد ايه بالكلام ده. علشان نشفر الاي اي جي ار بي، اولا من على الجلوبال كونفيجريشن هنكريت حاجه اسمها الكي شين، وديها اي اسم. ايه الكي شين؟ فولدر هيحتوي على عده كلمات سر دلوقتي. فكل اللي عليا اعمله اروح للاي اي جي ار بي والانترفيس اللي موصلني ببقيه الشبكات،
واللي مدرك طبعا في اي اي جي ار بي، واقول له استدعي احمد ده بكل كلمات السر اللي فيه. طبعا هيستخدم كلمات السر اللي جوه الفولدر اللي اسمه احمد او الكي شين ده. فهقول له اول كلمه سر هتبقى سيسكو، كي سترينج سيسكو. يبقى كي 1 الاول وبعد كده كي سترينج. ايه هي بقى كي 1؟ اول كلمه سر سيسكو. طبعا كي 1 وكي سترينج سيسكو لازم تتشابه في كل الرواتر اللي عايز يبقى في بيني وبين الاوثنتيكيشن. يبقى ناخد بالنا من الجزئيه دي، ده لازم يتشابه في كل الرواتر. اما احمد دي مش لازم تتشابه، ممكن يبقى كل فولدر ليه كل راوتر ليه فولدر مختلف باسم مختلف، كي شين عادي، كي شين اي حاجه مش مهم. لكن اللي لازم يتشابه رقم الكي والسترينج ايه هي بالظبط، سيسكو 1 2 3 4 ايا كان كلمه السر. خلاص، يبقى دي اول حاجه لازم نعرفها. يبقى هي الكي شين عباره عن فولدر تشفير في عده كلمات سر، عشان لما اقف على الانترفيس دلوقتي اللي هو اف 00 اللي المفروض مفعل عليه اي اي جي ار بي، اللي هو لازم مفعل عليه اي اي جي ار او مدرك في الاي اي جي ار بي، لما انده على احمد ده يندهوا كده بكل كلمات السر اللي فيه ويتاكد انه مطابق للرواتر اللي قدامه. هنروح بقى على الانترفيس اللي اسمه اف 00 واللي لازم طبعا يكون مدرك في الاي اي جي ار بي، وهنستدعي احمد ده بسطرين اوامر. بس خد بالك انا دلوقتي عندي لوب باك انترفيس مدرك في الاي اي جي ار بي، يا ترى ده كمان هحتاج اقف عليه وانفذ نفس الاوامر؟ بص بقى، الانترفيس المركزي اللي مخليني شايف الاخرين هو اف 00، يكفي ان ده بس هو اللي نطبق عليه التشفير. خلاص، فاي داتا خارجه منه بالاي اي جي ار بي ده هيراعي انها تتشفر. ليه؟ لان اللوب باك انترفيس مصدري على او مصدر الناس دول عشان يوصلوا له هو اف 00، فهيعدوا عليه فهيتشفروا او الانترفيس ده هيتاكد ان هم مشفرين. طيب نفترض بقى في اف 01 بقى موصلني بشبكه ثانيه، ساعتها الراوتر عشان ادخله ممكن ادخله من اف 01، مش لازم اعدي على اف 00. لا، هنا بقى لازم اطبق التشفير على اف 01 كمان لوحده. يبقى او الاوامر تتنفذ على اف 00 واف 01، يبقى على حسب الانترفيس اللي هعدي عليه. والله لو هو انترفيس واحد هيدخلني للراوتر ككل، يكفي ان هو ده بس اللي افعل عليه الانكريبشن. اما لو كل الانترفيسز يبقى ساعتها او كذا انترفيس موصلني بالاخرين واقدر من خلال اي انترفيس فيهم ادخل للراوتر، يبقى ساعتها لازم افعل الانكريبشن على انترفيس. فهنروح للراوتر ده ونستدعي الانكريبشن كالتالي. واحنا واقفين على الانترفيس هنقول له اي بي authentication مود اي اي جي ار بي 10 ام دي 5. استخدم بروتوكول الام دي 5 في التشفير، دي حاجه. الحاجه الثانيه هقول له اي بي authentication كي شين اي اي جي ار بي 10 احمد. يبقى انا بقول له استدعي الام دي 5. استدعى الام دي 5، لقى الطرف الثاني طبعا مش فاهم يعني ايه ام دي 5، فقال لي اللينك ايه داون. فانا بقول له علشان تتحقق من الاوثنتيكيشن مع الطرف الثاني استخدم كلمات السر اللي موجوده في الفولدر اللي اسمه احمد. كده الراوتر ده خلص. الراوتر الثاني نفس الكلام بالظبط، هنقول له كي شين، مش لازم هنا الاسم يتشابه زي ما قلنا، لكن ايه اللي لازم يتشابه؟ اللي جاي كله، كي 1 وكي سترينج سيسكو نفس الكلام. واقف على الانترفيس اف 00 وهقول له ايه بقى؟ اي بي اوثنتيكيشن نفس الكلام بالظبط، اي اي مود اي اي جي ار بي 10 ام دي 5 واي بي اوثنتيكيشن كي شين اي اي جي ار بي 10 عالي. استدعي كل الكلمات السر الموجوده في عليه. حصل هنا ايه؟ نيو ادجيسنسي. ده اللي يعرفني فعلا التشفير شغال ليه، لان زي ما قلنا على السيميليتور بما انهم كلهم متوصلين بدايركت كيبل فمش هيبان تاثيره قوي. لكن دلوقتي ما دام حصل رجع قال نيو ادجيسنسي، ده معناه ان حصل ترابط من جديد، او انه فعلا كان الاتصال واقع ورجع تاني اتشفر. خد بالك هنا بيقول لي authentication mode change. نرجع للراوتر الاخير. هنا خد بالك بيقول لي ايه؟ authentication failure. هو انا اساسا لو بنكت منه كده يشوف الباقيين ولا لا؟ يعني يبنج على 4 اتنينات. بص بقى هنا مفيش بينج، ما يقدرش يبنج دلوقتي ولا يبنج طبعا على 4 وحايد.
ما يقدرش يبنج لان هم بيستخدموا نظام تشفير ده ما يفهمهوش، لازم استخدم نفس نظام التشفير. لكن يبنج على دو بينج 10001 يبنج. اشمعنى؟ زي ما قلنا اساسا انا مش محتاج راوتنج علشان اشوف 10001، ده نفس السبنت بتاعي، احنا متوصلين دايركت كيبل او شبكه داخليه فهنشوف بعض. لكن العبره بقى بالانترفيسز الداخليه، فهنا هقول له نفس الكلام كي شين مثلا عالي برضه، عشان نعرف ان الموضوع ده مش هيبقى كريتيكال بالنسبه لي، مش حاجه حساسه يعني، اي اسم. لكن ده اللي لازم يتشابه، كي 1 كي سترينج سيسكو، ونقف على الانترفيس F00 اي بي اوثنتيكيشن مود اي اي جي ار بي 10 ام دي 5 دي اول حاجه. وبعد كده اي بي اوثنتيكيشن كي شين اي اي جي ار بي 10 عالي. حصل نيو ادجيسنسي، نيجي نبنج دلوقتي على 4 وحايد يديني ريبلاي، ونبنج على 4 اتنينات يديني ريبلاي. لو قلنا دو شو اي بي اي اي جي ار بي، اسف، اي بي راوت اي اي جي ار بي، هيجيب لي طبعا الراوتنج تيبل باستخدام الاي اي جي ار بي، هتلاقيه قرا كل الشبكات زي ما احنا شايفين. وطبعا من خلال دو شو ران هيجيب لي الانكريبشن المستخدم، بيقول لي الكي شين كل بيانات الانكريبشن اهي، ويجيب لي الانترفيس اللي تم استدعاء. وناخد بالنا تاني لو في انترفيس تاني هيدخلني للرواتر دي لازم يطبق عليه او استدعي عليه الكيشين زي ما احنا استدعيناه على F00، وانا هنا ما استدعيتهاش غير على F00 لان هو مصدري الوحيد للدخول للراوتر. لكن لو في مثلا فتحه F01 موصلاني للراوتر لازم برضه انفذ عليها نفس الاوامر. كده نبقى طبقنا الاي اي جي ار بي انكريبشن. شكرا.